ماذا حدث لثورة 25 يناير 2011؟ هذه رؤية شباب الثورة، 3 من الشباب الذين عاشوا الثورة وناضلوا من أجلها. ما هي مشاعرهم؟ ما هي رؤيتهم لما حدث ونحن ندخل في العام الثالث لذكرى هذه الثورة؟ قبل الاستراحة كان الأستاذ ناصر عبد الحميد القائد بحزب الدستور وأحد شباب الثورة يشرح وجهة نظره في الإجابة، ثم وصل أو عرج إلى نقطة محاولة تأهيل أو إدخال السلفيين في العلاقة مع الأمريكان. اتفضل. أنا بس في دقيقة واحدة بس، أنا كنت بكمل على فكرة استراتيجية دمج الجماعات أو المجموعات الإسلامية، في إنه الزيارة اللي عملتها الجبهة الدعوة السلفية وحزب النور مؤخرا جدا لأمريكا وبعض، وكمان هم ماشيين في جولة في أوروبا وفي بعضها بعد شمال أفريقيا اليومين دول. أنا رأيي إن هي جاية في نفس السياق، وجاية في سياق فهمهم، لأنه في تحول ما أو في فكرة ما في أمريكا فيها هذا أو ممكن يبقى فيها هذا القبول. وبالمناسبة ان كان في حاجات طريفة جدا في الزيارة. هل الحوار مع السلفيين من جانب الامريكان ان يكونوا السلفيين بالاشتراك مع الاخوان ام بديل للاخوان، ام بيقعدوا على الخط كده متجهزين في حالة وجود احتياطي استراتيجي يعني للتعامل معه؟ انا رايي الاحتياط الاستراتيجي، يعني فكره انك تبقى موجود على الخط، يعني فكره انه وجود فزاعه اخرى. يعني الاخوان بيتكلموا عن السلفيين، وده يعني اللي اتقال بره، على انهم الفزاعه الجديده، والامريكان ما بقاش عندهم فكره الفزاعات. يعني هم اتنقلوا شويه من فكره ان في فزاعه بيتخوفوا منها، وبالتالي فتحوا حوار الفتره القريبه الاخيره دي مع الدعوه السلفيه ومع حزب النور. وانا رايي انه هذه الزياره اللي تمت وهذه الجلسات اللي حصلت هي في سياق الاستراتيجيه الجديده للامريكان. هو مش شرط عشان يكونوا بديل ومش شرط عشان يحكموا، ولكن لانه هم لازم يكونوا بيتكلموا مع، هم من وجهه نظرهم لازم يكونوا بيتكلموا مع كل الناس بلا وجود مخوفات سابقه، وعشان في لحظه من اللحظات اذا حصل انتقال للسلطه في لحظه يكونوا هم قادرين وفاهمين يتعاملوا او تعاملوا تعامل مباشر مع هؤلاء الناس، لانه ممكن يكونوا شركاء في لحظه ما في السلطه. وده بالمناسبه اللي خلى الاخوان المسلمين يستفزوا جدا من هذه الزياره، ولدرجه انه كان في تسريبات بوضع مساعد مسؤول الشؤون الخارجيه لحزب النور على قائمه الترقب، حاجات بهذا الشكل، لانه في قلق من الزيارات اللي من النوع ده، لانه ببساطه شديده الاخوان عملوا نفس الزيارات دي قريب جدا، فهم عارفين اللي بيحصل في الزيارات دي. بس السؤال للاستاذ خالد، ما الذي حدث او what went wrong، ماذا حدث خطأ ما بين جماعة الإخوان المسلمين والثورة وشباب الثورة حتى وصلنا إلى أن كل واحد في خندق مضاد في اجتماع فيرمونت يعني أو اللي حوالين الاجتماع؟ أنا يعني مش هضيف جديد في السؤال ده على اللي قاله الزملاء، إنه في تجربة بتاعت السنة ونص أبرز اللي فيها اللي هو ما اتقالش في كلام الزملاء، لما راحت مسيرة مجلس الشعب تقول لهم يا إخوان استلموا السلطة وشكلوا لجنة من مجلس الشعب تدير الأمور لحد الانتخابات الرئاسية. اللي حصل إنه ودي مش عارف بقى نتيجة الحالة النفسية اللي ناصر كان بيتكلم عليها، نتيجة إيه، هم أو نظرية المؤامرة اللي هم عايشين فيها طول الوقت، إن هم استدعوا ميليشياتهم وقفوهم عند مجلس الشعب، وحصلت اشتباكات بين المسيرة اللي رايحة بتقول لهم استلموا السلطة وشكلوا لجنة تدير الدنيا، وبين الشباب بتوع الاخوان اللي هم كانوا موجودين واقفين فيها بسلاح ابيض وواقفين فيها بالكتريك وبتاع وحاجات كده. وحصلت الاشتباكات واتصاب عدد من الشباب، اعتقد منهم في اليوم ده كان عبد الرحمن فارس تم الاعتداء عليه، وهو واحد من اعضاء ائتلاف شباب الثوره، وهو اللي هواه اسلامي او توجهه اسلامي، هو عضو في حزب التيار المصري اللي هو في مجموعه من الشباب اللي خرجوا من الاخوان ومجموعه من الشباب المنتمين للتيار الاسلامي انما بره الجماعه. الفكره انه هي دي العقليه، هي فكره انه انا وصلت للسلطه، وبعدين في نفس الوقت او في نفس التوقيت ده الحديث حوالين انه الشرعيه بقت للبرلمان ومفيش شرعيه، مفيش حاجه اسمها شرعيه الميدان وغيره. ثم كل ما تتزنق الجماعه تستدعي خطاب الثوره ولغه الثوره، وده حصل وقت ما تم استبعاد خيرت الشاطر من الانتخابات
الرئاسيه والمؤتمر الصحفي اللي اتعمل اللي كان كل كلامه فيه عن الثوره وانه في مخطط لاجهاض الثوره و برغم انه سبق ده بشهر او بشهرين او بثلاثه حديث عن شرعيه الميدان وانه الشرعيه بقت شرعيه البرلمان وانه ما فيش شرعيه للميدان وغيره. دي نقطه اولى. انا في رايي انه ازاي انا مع تجربه السنه ونص وبالتحديد واقعه شبه دي، واقعه تحركت فيها ميليشيات لمواجهتك، انك تامن لهذا الفصيل. وطبعا مش هتكلم عن احداث محمد محمود واللي اتقال على الناس اللي بيموتوا في محمد محمود من قبل جماعه الاخوان المسلمين، ويطلع المرشد العام يقول انه الناس اللي في محمد محمود دول بيعملوا مخطط لاجهاض العرس الديمقراطي حول الانتخابات البرلمانيه وكلام من هذا النوع. كل ده مش عارف ازاي في مواجهه جماعه بتعمل مثل هذه التصرفات، وانا بعدين اقول اصل ده اخر مرشح للثوره وخلينا نقف معاه في مواجهه احمد شفيق. الاثنين بقى على المستوى البرامجي، على مستوى الرؤيه ومستوى والبرنامج والانحيازات، هما الاثنين بيحملوا نفس المضمون. يعني خلينا بقى نستبعد شويه فكره انه الاخوان جماعه متستره بالدين يعني ده كله زياده على شفيق. انما في مساله الانحيازات الاقتصاديه والاجتماعيه ما حدش فيهم بيحمل جديد، الاثنين عندهم نفس الرؤيه. في مساله الحريات ما اظنش ان حد فيهم كان عنده جديد في المساله، الاثنين بيحملوا نفس المساله. انا ايه اللي يخليني للحظه اعتقد انه مرسي افضل من شفيق؟ هو ده كان الخطاب اللي لازم ساعتها نتبناه. انما ان اروح اقعد مع مرسي واقول انه انا اقعد يعني ساعتها كنت ممكن افهم حد بيقول انا هقف مع مرسي عشان تيجي الجماعه للسلطه ونخلص مره واحده. انما الحقيقه ما حدش تبنى الخطاب ده خالص. اللي كانوا واقفين مع مرسي كانوا واقفين معاه بمنطق انه ده اخر مرشح للثوره وخلينا نقف معاه في مواجهه عوده او محاولات اعاده انتاج النظام القديم. ده كان خطا في مجمله، لانه ولا مرسي انتمى للثوره في لحظه من اللحظات ولا جماعه الاخوان المسلمين تحمل قيم الثوره زي ما انا قلت من شويه. ده موضوع. مساله بقى ودي هرد فيها على مروه. الحقيقه انه كوني بتسال السؤال اخر واحد فبيخليني شويه ابقى بكرر كلام وبرد على بعض الحاجات اللي قالوها الزملاء. فكره انه كان قدامنا خيارين، يعني ننتخب مرسي بما اننا مش هننتخب شفيق، فننتخب مرسي يا اما نعمل مقاطعه تقدر ترجع الامور لنقطه الصفر. الحقيقه ما كانش ده الخيار. هي الفكره ان انا ما ورطش نفسي وما ورطش الناس اللي بتصدقني في انه اقول انه ده افضل من ده. الحقيقه ان انا كان لازم احط الامور في سياقها زي ما انا قلت من شويه، انه ولا ده يحمل قيم الثوره واهدافها ولا ده يحمل قيم الثوره واهدافها. حتى لو انا مش هقدر اعيد الامور لنقطه الصفر وارجع اوقف العمليه الانتخابيه، بس ساعتها كان لازم اقول اللي يملي عليا ضميري ومبادئي وما احمله من افكار. يعني انا كلية افكاري بتتعارض مع افكار هذه الجماعه، وده قلناه ساعتها انه بس انا كانت مشكلتي مع الناس اللي بتتكلم بالمنظور ده. يعني ده اللي مش هقدر اضيفه في الموضوع، ما عنديش حاجه اضيفها. طب سؤال هبدا بيك بقى المره وكده يبقى كويس. اتكلمت حوالين شرعيه الميدان شرعيه البرلمان، وما بين الاثنين كان عندنا شرعيه المجلس العسكري. المجلس العسكري عاد الجيش الى سكناته. شرعيه الميدان قد تكون نظريا قائمة لكنها ليست موجودة في الشارع الآن. الميدان مش موجود في الشارع، ممكن يستيقظ في مواقف معينة لابد هيستيقظ، ده ضروري لكنه مش موجود. والبرلمان متحل بقرار من القضاء من المحكمة الدستورية. السؤال أين ذهب الشرعيات الثلاثة لدول؟ وإيه شكل الشرعية الحالية؟ احنا بنحكم بأنهي شرعية؟ احنا بنحكم بالبلطجه الحقيقه. يعني مصر بتحكم بالدراع. يعني يطلع يعني شرعيه الثلاثه راحت فين؟ هرد على حضرتك. بس احنا بنحكم بايه؟ احنا بنحكم بالدراع، ثقافه الدراع والبلطجه. يعني لما يطلع حكم قضائي يقول انه هذا النائب العام تعيينه باطل، قرار تعيينه باطل، وتصر السلطه ويصر النائب العام على انه يفضل في مكانه، يبقى احنا بنحكم بالبلطجه. يعني مش بالقانون. يعني مفيش دوله قانون الحقيقه موجوده في مصر. لما القضايا اللي منظوره قدام النائب العام يتم انتقائها، فيعني ناصر متقدم فيه بلاغ فيستدعى ناصر للنيابه. يعني ما يبقى في وقعه الاتحاديه عدى عليها اكتر من 4 شهور ولم يحقق فيها لحد النهارده، وبعدين يتم استدعاء بعض من النشطه
وطلب ضبطهم واحضارهم عشان وقعة المقطم، اللي الحقيقه بتقول انه كان منصوب فخ للناس هناك عشان ميليشيات الاخوان تطلع تجهز عليهم في ميدان النافوره لولا يعني رحمه ربنا بالناس اللي كانت موجوده هناك، وبعض التفاصيل اللي حصلت مش ده موضوعنا. فيتم استدعاء الناس في احداث المقطم، ولحد النهارده الناس اللي حرضت على موقعة الاتحاديه بالكتابه وبالصوت وبالصوره لم يتم استدعائهم ولم يتم التحقيق في الموضوع لحد النهارده. يبقى احنا بنحكم بالبلطجه حقيقه. لما رئيس الجمهوريه يبقى بيتم التحقيق في قضيه تخصه اللي هي وقعه هروبه من الجيش، ويطلع وزير الداخليه من شويه يقول معتقل. إيه؟ لا ما كانش معتقل، ده كانت قضيه. ما هو ده الفرق، هو مش بقرار اعتقال، هو كان في قضيه، والقضيه هو الراجل هرب من السجن. مش هربان من الجيش يعني مش ده يعني مش قلت هربان من الجيش. ما كانش انت قلت هربان من الجيش. انا قلت هربان من الجيش. انا اسف عشان كده بصحح لك. انا ما خدتش بالي، انا قلت ايه. هي الفكره ان واحد هرب من السجن وفي قضيه بتقول انه ده كان هربان من السجن، يطلع وزير الداخليه يقول ما فيش ولا ورقه تقول انه كان في السجن. الله، امال اللي احنا بنتكلم فيه بقالنا سنتين ايه؟ ومكالمه التليفون دي كانت ايه؟ ايا كان الموضوع، هو متهم ولا مش متهم، كانت متلفقه له ولا ما كانتش متلفقه له، احنا كنا محتاجين يطلع حكم القضاء يقول ان الراجل ده بريء بس. وغيرها من كل التفاصيل. لما يعني الناس يوم جمعه كشف الحساب اللي هي خارجه تقول لرئيس الجمهوريه حضرتك قلت 100 يوم، فقول لنا انت عملت ايه في ال 100 يوم، او انت ما عملتش حاجه في ال 100 يوم، فاحنا خارجين نحاسبك على اساس ان انت قلت انه يا جماعه اللي يشوفني ما اديتش او اللي يشوفني غلطان، الميدان موجود، هو اللي قال يعني بنفسه وغيرها. يبقى احنا بنحكم بثقافه البلطجه. شرعيه الميدان، انا في رايي ان شرعيه الميدان موجوده. حمله التمرد لحد اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها، الحلقه مسجله فغالبا هتتذاع بعد شويه، لحد اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها جمعت اكثر من 2 مليون و100 الف توقيع. 2 مليون و100 الف توقيع بيطالبوا بانتخابات رئاسيه مبكره واسقاط هذا الرجل المسمى برئيس الجمهوريه. اذا هذه الحمله صحيح الناس مش واقفه في الشارع، مش رافعه يفط، ما فيش مظاهره، انما ده جزء من شرعيه الميدان، او يعني فكره انه الثوره ماشيه مش واقفه، ومش واقفه تتفرج. صحيح يمكن الناس بدات بعض الشيء من مظاهر العنف اللي بدت في الصوره، واللي كان مقصود انها تفضل موجوده طول الوقت عشان تخوف المصريين من انهم ينزلوا ويشاركوا بعد المشهد الرائع والعظيم اللي حصل في خروج ملايين المصريين ومحاصره قصر الاتحاديه. مش فاكر التاريخ لان ماليش قوي في التواريخ. بعد هذا المشهد العظيم كان لابد، او هكذا فكرت الجماعه، من انه الناس تخاف تنزل، وانه ازاي نعمل ده، انه يفضل طول الوقت في مشاهد عنف. بدات بيه موقعة الاتحاديه وتلاتها في كل مظاهره انه يبقى فيه اشتباكات وفي ضرب وغيره، او بدات قبل كده شويه في جمعه كشف الحساب. فهي الفكره انه لا، شرعيه الميدان موجوده. البرلمان اتحل بحكم محكمه، ودلوقتي بتتحاصر المحكمه الدستوريه العليا، او اتحصرت المحكمه الدستوريه العليا عشان ما تطلعش حكم في مساله التاسيسيه، وما تطلعش حكم في مساله الشورى. ودلوقتي مش عارف بيتعين المستشار بجاته وزير، برغم انه هو الراجل اللي حط التقارير. المفترض انه هو رئيس هيئه المفوضين اللي حطت التقارير الخاصه او وضعت رايها في مساله في القضيتين اللي هم متعلقين بشكل مباشر في بالمشهد السياسي في مصر. وبالتالي انا ما اقدرش اقول ان احنا قدام دوله قانون فعلا. هذا الرجل اللي هو محمد مرسي مسؤول سياسيا عن كل نقطة دم سقطت في عهده، وده كلام يعني أرجو إنه ما يكونش مكرر، إنما الحقيقة لازم يتم التأكيد عليه طول الوقت. مسؤول سياسيا عن كل نقطة دم سقطت في عهده، وبالتالي هو سقطت شرعيته الأخلاقية والسياسية، وحتى شرعيته القانونية. الحقيقة واحد يطلع يحلف على احترام الدستور والقانون، وبعدين يخلف بكل الحلفانات اللي حلف 3 مرات، مرة في الميدان، ومرة قدام المحكمة الدستورية، ومرة عند أهله وعشيرته، ومش عارف مرة فين. يعني حلف 100 مرة على احترام الدستور والقانون، وقال القسم مرة في جامعة القاهرة، وفي النهاية لم يحترم ولا الدستور ولا القانون. لما جمعية تأسيسية تطلع دستور بالعافية، يعني يتحاصر المحكمة الدستورية عشان بتقول شرعيها في تشكيل المحكمة، في تشكيل الجمعية التأسيسية، وبعدين الدستور يروح
للاستفتاء بالمخالفه لكل الناس اللي في الشارع اللي واقفه تقول ده، وحتى يعني ما استنناش حتى الجمعيه التاسيسيه تقول، لما تتحصن الجمعيه التاسيسيه بقانون يطلع من رئيس الجمهوريه بعد حل مجلس الشعب. يعني رئيس الجمهوريه يطلع قانون يحصن بيه الجمعيه التاسيسيه بعد حل مجلس الشعب، وغيره وغيره وغيره، ونقعد نعمل تلفيقات استقيلوا من الجمعيه التاسيسيه انتوا عشان انتوا في الشورى. حصلت الحاجات التفاصيل دي كلكم انتوا عارفين. خلوا ناس تستقيل من الجمعيه التاسيسيه عشان كانوا اعضاء في مجلس النواب وغيرها، وبعدين نقعد طول الليل نطبخ في دستور، وبعدين اتكلم عن دوله دستور ودوله قانون غير صحيح على الاطلاق. احنا دلوقتي مفيش شرعيه، انا رايي ان مفيش شرعيه في مصر غير للمصريين. انما هل الرئيس اللي موجود ده عنده شرعيه؟ انا تصوري ان الراجل ده ما عندوش شرعيه. الجماعه تحكم مصر بالدراع بالبلطجه، يعني ده المشهد الحالي. اللي بيحصل من حمله التمرد والدعم المباشر ليها اللي بقى من عدد من القوى السياسيه وحتى الرموز سياسيه بدات تدعو المصريين للتوقيع على استمارات حمله التمرد بالمطالبه بسحب الثقه من رئيس الجمهوريه واجراء انتخابات رئاسيه مبكره. وهذا التجاوب الهائل، هذا التجاوب الهائل 2 مليون و100 ألف توقيع في 10 ايام، في 10 ايام. هذا التجاوب الهائل من المصريين بيؤكد انه هذا الرجل بلا شرعيه الحقيقه، وده هيتاكد بالضروره بموجه ثوريه جايه نتيجه الاجراءات اللي هم يعملوها. هيموتوا على الصندوق، على القرض بتاع صندوق النقد اللي بيفرض عليهم شروط اللي هم طول الوقت بيكذبوا وبيقولوا غير صحيح، وكل الشواهد بتقول ده. تصنيفنا الائتماني نزل درجه، وده خلى حتى اي حد داين مصر بفلوس انه يديله حق انه يبص على حساباتنا في البنوك وانه كذا، ويقلل فرصك في انك تحصل على قروض من اماكن يعني ثانيه. انا رايي ان الوضع الاقتصادي رايح. حضرتك قلته ده مش شايف اي ايجابيه في لا بالعكس، الايجابيه ما انا بقول لحضرتك في ايجابيات انا قلتها. قلت انه في 2 مليون مصري و100 ألف في 10 ايام وقعوا وبيقولوا انه هذا الرجل غير شرعي، وده بيقول انه احنا خلصنا من مستبد، هنخلص من مستبد. انا بتكلم ايجابيه من السلطه. من السلطه لا غير، ما فيش ايجابيه. انا عايز ايجابيه واحده. عندنا حكومه فاشله فشل تام، تكلموا عن تغيير حكومه فيروح يعمل لا انا ما بطلبش منك انك تعدد السلبيات لانك ما شاء الله قمت بالواجب. انا بس بسالك سؤال. ما حتى انت لما بتحاول يعني لما بعض الناس اللي احنا حتى بنختلف معاهم ومع طرحهم اللي هم بيحاولوا يقفوا دايما في المنطقه الرماديه ويقول له طب اعمل تغيير حكومه وهات حكومه قادره على انها تنتشل مصر من الوضع الاقتصادي المزري اللي هي فيه وتعمل حاله استقرار امني واستقرار اقتصادي وبتاع، هو مصر انه يبقى على رجل فاشل بكل المقاييس واثبتت التجربه انه فاشل، ويجيب 7 وزراء اخوان، وبعدين يجيب واحد عشان الخناقه تفضل عليه ونقعد نتناقش والناس تتلف بجاته وجاب بجاته لا ماشيه بجاته، وننسى ان في 7 كمان اخوان جم في الحكومه. اقصد انه حتى لما حد بيحاول ينصحه هو بيرفض النصيحه، هو عنده مشروع وخطته وسيناريو التفكير مش هيتنازل عنه. انه خالد متحامل؟ لا مش متحمل خالص، ده كده يدوب. كده يدوب. بعد الاستراحه الاعلانيه نصل الى الفقره الاخيره من هذا الحوار.